السلام عليكم، كيفكم؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كتعاودوا مزيان؟ صورتكم واحد جمله الحضور ديال افتتاح المهرجان الوطني المسرح الدور ديال 23. صورت واحد اللقطات منه، كان افتتاح رائع بحضور طبعا وزير الثقافه المهدي بن سعيد، وكان واحد افتتاح ايضا رائع بتكريم عبد الكريم الجبليل، هو احد رموز المسرح والكوميديا في مدينه تطوان الحمامه البيضاء، واللي كان ثنائي ديال حسن الجبلي الله يرحمه اللي توفى مؤخرا. كنتمنى انه كنجددوا له الرحمات والمغفره ان شاء الله يا ربي. هذا واحد التفاته رائعه للفنانين والمسرحيين تطوان. كنتمنى تكون هذه الالتفاته دائما، وكنتمنى مستقبلا تكون مشاركه مسرحيه تطوان. للاسف هذا العام ما كاينش مشاركه اي مسرحيه من شمال المغرب، لا من تطوان ولا من شاون ولا من هذاك، الا يمكن غتكون مشاركه ديال الناظور ولا الحسين مقامهم، غتكون مشاركه واحده. يعني جهه شمال طنجة تطوان الحسين ما تكون المشاركه ديالهم قليله. كنتمنى مستقبلا تكون مسرحيات كثيره، وكنتمنى التوفيق مسرحيات مشاركه في المسابقه او خارج المسابقه. ان شاء الله في الخمس ايام نشارك معكم لقطات من حوارات مع المسرحيين والممثلين ديالنا، لقطات من مسرحيات داخل المسابقه او خارجها. وشكرا لكم، وما تنساوش تتابعوا القناه ديالي بالاشتراك واللايك والتعليقات ديالكم اللي غتحفزني دائما، وشكرا. انا دخلت خليو اخوان رايح موريين هذا باساج عندنا من الليل، الا بغيتو من مورا البريد رايح موريين سمعوا لينا هذا باساج ديال الناس. انا مسرحيه اكستازيا غدا مع السيود اسبانيول. هذا كانوا مسرحيه واعره، متخيل المكرمين. المكرمين غادي يتكرم محمد خويي، وهذه الفنانه كنسالى الاسم ديالها. مسرح افينيتا، سينما افينيتا، دابا راه مسرح. كاين شي الربيتياج سيد الوزير نسناتي عرمة ذو مصواض، السيد محمد مهدي بن سعيد، السيد العامل إينا بدادن الناسية إمقران دي خاطر نيسنيودون وزراء النسنة لويتينيخ أسنون أذكتنون تيلمان تيلهنا غرو غرواد قصو تراد ويس 23 سك 1999 ذو غرواد إلا وين أمزبون سوت الويس 23 نويدود أنامور النمزبون. شكرا ربحان بمدينة تطوان، هذه المدينة الجميلة وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. نرحب بكم جميعا في رحاب المسرح والثقافة وضمن فعاليات المهرجان الوطني للمسرح في دورته 23. هذا المهرجان الحمامة البيضاء، هذه المدينة الجميلة والتي تحتضن سنويا حدثا مسرحيا وثقافيا ووطنيا، تشهد خلال أسبوع كامل أروع إبداعات في العالم الفنون المسرح، والذي يحظى كباقي الفنون باهتمام ملكي خاص من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي يولي حفظه الله عناية ملكية سامية للفنانات والفنانين المسرحيين المغاربة. إن المسرح الوطني يشهد تطورا ملحوظا بفضل اجتهاد الفرق المسرحية الوطنية، والتي تقدم أفضل أعمال وإبداعات مسرحية، وكتمثل بلادنا أفضل تمثيل في مختلف الأحداث الدولية، يوازيه بالطبع العمل ديال الوزارة في مجال النهوض بالمسرح تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية
ذلك أن المسرح يشكل دائما جوهر عمل الوزارة باعتباره أب الفنون، يعالج قضايا المجتمع بزوايا مختلفة، وما شاهدنا مؤخرا من تألق كبير للمسرح المغربي كيعكس هذا العمل الجاد. جميلة التمثيل، فنانة رائعة، فنانة كبيرة قديرة، ديال لي كاليتي، مجموعة ديال لي طالون والمواهب والملكات والمهارات، فنانة كبير سواء في التشخيص سواء في البحث العلمي، لأنها أيضا باحثة وكتشتغل اشتغال يومي على ذاتها لواحد الدرجة لا تتصور، كريمة معطاءة جليلة في الحياة، بحال فوق الخشبة بدون تصور بدون تكلف، إنسانة اللي كتعطي من صحتها، اللي كتعطي من قلبها، من أحاسيسها، من موهبتها، من دماغها، اشتغال على الشخصيات بواحد العمق كبير، سواء كان في السينما في المسرح أو لا حتى في التلفزيون، اشتغال سواء كان في الفكاهة أو لا في الدراما أو لا في يعني في التراجيديا، إنسانة بواحد العمق، واحد الشغف، واحد اش غنقول لكم، جميلة في الحقيقة. ملي كتقرب منها هي شعلة كبيرة تنير الطريق ديالها، تنير الطريق ديال الناس اللي كيشتغلوا معها، واحد الأريحية، واحد الطفل كبير كاين في قلبها وهو اللي كيزرع البسمة وكيتشارك مع الناس ومع الأصدقاء المآسي ديالهم والأفراح ديالهم بكل أريحية وبكل حب وبكل تفاني، لأنك جليلة. ووالغ ذا جمهور جليلة التلمسي من ستور جليلة غير ختموا الاستيلاق تزوري تم سمغور تنباش. بكل صراحة لطيفة أحرار الخصات الفنانة المتألقة جليلة التلمسي، ونستقبلوها فوق خشبة المسرح تصفيقاتكم عفاكم الفنانة جليلة التلمسي. جليلة التلمسي. جليلة التلمسي ضيف كان شي قال غاسي مزور كان يسال سالفه تصور كتبارك وسال ان شاء الله تم غدا باش تقال يسيا غدا ثم تشرف تمطط تمغرب. ناخذ صورة تذكارية. المسرحيين تليق بمستوانا الحقيقي، شباب ورواد، رجال ونساء المسرح، وتليق بقيمة إبداعنا محليا ودوليا. أشكر وزارة الشباب والثقافة والتواصل على هذا التكريم الذي أعتبره تكريما لكل نساء المسرحيات. هذا تكريم لكل ممثلة مسرحية تعشق المسرح وتبدع على خشبته، تحترم مهنتها وتؤديها على أكمل وجه، وكل ممثلة ظلت وفية لأبي الفنون على الرغم من أضواء التلفزيون وسحر السينما. يشرفني هذا التكريم وأتمنى أن يشرف أساتذتي اللي حاضرين معايا، كل من آمن بموهبتي وكل من ساهم في إغناء مساري الفني. ستبقى هذه اللحظة راسخة ومهمة. وقبل ما ننسحب بغيت نشكر الصديقة العزيزة الفنانة الصادقة المتميزة لطيفة أحرار، شكرا جزيلا على هذه الكلمات في حقي. كتعرفي شحال كنحبك وشحال كنحترمك، هذه الشهاده ديالك غتبقى دائما فوق راسي. شكرا لكم، ومن هذه الخشبه كنوعدكم ان شاء الله بالوفاء دائما لكل الخشبات ولكم. شكرا. تحية الفنان المرحوم حسن الزيتوني ثنائيا متميزا لجهة الشمال. نشاهدوا قبل ما نستقبلوا فوق خشبة المسرح لأنه واحد من رواد الفنانين لمنطقة الشمال. نشوفوا هذا الفيديو في حق الفنان المكرم ونرجع. سعيد جدا أن أقف أمامكم اليوم لتقديم شهادة في حق أخي وصديقي الفنان المتميز عبد الكريم الجبلي بمناسبة مدينة تطوان. في الحقيقة الكلام عن عبد الكريم الجبلي يتطلب وقت طويلا نظرا لإبداعاته وتطلعاته وإسهاماته في الميدان الفني وخصوصا الميدان الفكاهي
لمدة تزيد عن 3 عقود. عبد الكريم الجبلي لا يمكن أن نتكلم عليه دون استحضار رفيق درب، ألا وهو الفنان حسن الزيتوني الذي شاء الله ما فعل غادرنا إلى دار البقاء مؤخرا وترك صديقه عبد الكريم الجبلي. ماذا يمكن أن أقول عن عبد الكريم الجبلي؟ هو فنان عصامي، فنان الذي أسس ثنائيا اشتهر داخل المغرب وخارجه، وصال وجال داخل المدن والقرى والبوادي، حيث كنا نجد أشرطة الثنائي الجبلي والبلدي داخل كل البيوت، داخل كل القرى والمدن وبوادي المغرب. ولكن عندما غادرنا حسن الزيتوني الذي ندعو له بالمغفرة وليتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنته، قال لي بالحرف عبد الكريم الجبلي: لقد فقدت أخا لم تلده لي أمي. وقرر أن يغادر الميدان الفني، ولكن مجموعة من الفنانين والأصدقاء طلبناه أن يستمر في الميدان الفني، لأن الحياة تستمر. فقدنا أخا وعزيزا ولكن الفن يستمر. ولهذا أقول لعبد الكريم مزيدا من التألق والإبداع. ما زال الجمهور وعشاقك ينتظرون الجديد، وأنا أعرف جيدا بأن في جعبتك الكثير ما يمكن أن تعطيه لهذا الجمهور العاشق للثنائي الجبلي والبلدي. المغربي شكرا جزيلا. المهم شبر لي الله. شبر انا 3 ايام وانا كنكتب فاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد وزير الثقافة والاتصال والشباب المحترم، السيد عامل إقليم تطوان المحترم، السيد رئيس مجلس عمالة إقليم تطوان المحترم، السيد رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية بتطوان المحترم، السيد ممثل جهة طنجة تطوان الجسيم المحترم، السادة المحترمون، أطر وزارة الثقافة الساهرون على إنجاح هذه التظاهرة، سيدي محمد السادس نصره الله. كما أعتبر أن ما قدمناه أنا ورفيقي الراحل من أعمال هي ملك للجمهور المغربي الكريم الذي بفضل إيمانها ونجاحها طوال مسيرتنا الفنية التي امتدت إلى 3 عقود. كفنان في لحظة تكريمه ماذا سأضيف؟ فقط أقول لكم شكرا على محبتكم وشكرا على التفاتتكم هذه، والمجد كل المجد للمسرح المغربي ولنسائه ورجالاته، والرحمة والمغفرة لرفيق درب الراحل الفنان حسن الزيتوني، وكل الحب لوطننا وشعبنا ولقائدنا الهمام. والسلام عليكم ورحمة الله. اجتماعية كما في الأفكار، يعني المسلسلات ذات الطبيعة النفسية والثقافية وطبيعة الحال المجتمعية. هو أيضا متعدد في تقديم يعني الشخصيات، لا يركن إلى زمن سينمائي محدد ومغلق، كما أنه لحد الساعة لم يصل بما يمكن أن نسميه يعني كسل الشخصية المتكرر، فهو دائما متجدد. اسمح لي واحد الشساعة كبيرة، يعني يوظف
ما تملكه نفسيته وما تملكه سيرته الشخصية. كما قلت منذ قليل أنه بالفعل يراود نفسه وأيضا يشتغل على ملامحه. مثلا أنا لن أنسى أبدا مضى زمان على فيلم اليد اليسرى وهو فيلم قصير، وعلى تلك القسوة التي جسدتها يده ونظراته رغم قصر اللقطة فستظل دائما راسخة، حتى أنني قلت ذات يوم أنها قد تكون هي بنفسها مثالا، كأن نقول مثلا كان قاسيا أقسى من محمود خويي في فيلم اليد اليسرى إلى آخره. زي ما كان للفنان المكرم هذه الليله محمد خويي تحسين طبعا دائما هذه الفعاليات الرقم الوطني للمسرح. شكرا. السلام عليكم. بغي اولا نشكر وزارة الثقافة وعلى رأسها السيد الوزير سي محمد مهدي بن سعيد على هذا التكريم. أنا سعيد جدا به وغادي يبقى دائما في الذاكرة ديالي، خصوصا أنه تكريم من المسرح من المسرحيين. نبغي نشكر السيد العامل انهم هما اللي تيستقبلوا هذا المهرجان في هذه المدينه الجميله فعلا اللي هي حمامه كما سموها، وبطبيعه الحال حنا كلنا كنحبوها. انا سعيد